الو. يا ويلي معود، وينك انت؟ يوم تجي؟ ليش؟ لا هو نروح سوا. يلا يلا ماشي ماشي. بصراحة اللي افتهمته من هاي الحياة، الناس تريد تعيش عيشة الأجانب وتموت موتة الصحابة. الكل يريد الجنة بس ما حد يريد يموت. لقد ناس صدق مفتهمين غلط. هواية أفكر أني انطيني من وقتك ثواني. حلو صوتي مو؟ بصراحة مرات يعني هواي يصير، يعني بحيث تشوف شيء كأنه ما معيود عليك، بحيث تشوف مشهد كأنه ما انعاد عليك مرة ثانية، أو واحد يحكي لك كلمة كأنه ما هاي أنت سامعها أو يعني شايفها، شايف المشهد، شايف اللقطة، سامع الكلمة، يعني شيء انعاد عليك مرة ثانية. يعني بصراحة هواي يصير عندي هيك شغلات، يعني أنا أقول لك مو يوميا يصير عندي، يمكن أنا أقول لك تصير بالشهر مرة أو مرتين، تصير عند الإنسان. هاي يجوز عندي، يجوز عندكم يصير عنده بالشهر 10 مرات، بس أنا كنفسي يصير عندي يمكن بالشهر لو مرة لو مرتين أشوف شيء كأنما يعني أطلع بالدراجة، أطلع أعمل والدك ده أصور يعني ما يفوت إلا من يمي. كأنما تشوف شيء يعني وكأنما معيود عليك. شنو هذا حصان فات من هذا؟ شنو السالفة؟ يعني أنا هواي مرات أشوف شيء كأنما معيود علي، يعني كأنما شايفه وهذا متكرر علي. بعد ما بحثت طلعت هاي النظرية اسمها ديجافو. هاي نظرية فرنسية. حصان هذا شنو؟ غير خليني أشحر شنو؟ غير خليني أشرح للناس. يعني هاي نظرية فرنسية اكتشفها عالم فرنسي. اكو بعض الناس يقولون انت شايف حياتك كلها ببطن امك، وانا بصراحه ما اؤمن بهذا الشيء. يعني شلون الانسان يشوف حياته كلها ببطن امه، وعلى اساس انت شايف حياتك ببطن امك وقاعد تشوف لقطات انت استوى كذا تذكرتها. ما اؤمن بهيك شغله. شنو الاثبات العلمي على هذا الشيء؟ كلكم تسالون شنو هذا؟ مخلي قفص هنا، حاصر بلبل هنا. تعرفون الانتين نيمو كلكم تعرفوه، ابن اخوي الصغير يمد ايده على الماطور على هاي، فخاف له ينط التلفان. ايش سويت له؟ خليت له على مود شنو ما يقدر يمد ايده، بس ثاني تشيك اختراعاتي بعد. افكاري غريبة مرات افكر. يعني بصراحة استنتجت، تدري انت اذا تحسب خطواتك، يعني تحسب خطواتك من يوم ما انولدت لحد هذا اليوم، تطلع فار الكرة الارضية 3 مرات. صدق او لا تصدق. يعني الانسان مرات افكر اقول هو يعني لو ماخذ يعني شوية منه كان رحت لامريكا، لو ماخذ شوية منه كان رحت لباريس. فار الكرة الارضية 3 مرات. يا اخي هواي افكر بشي دوخني بصراحة. اللي يغرق هسه مثلا انا غرقت، لا سامح الله طبعا، مو انا غرقت وفقدت الوعي، يجي واحد ينفخ بحلقي هواء. طبعا عفوا هاي السالفة، الانسان يستنشق الاكسجين ويطرح ثاني اكسيد الكربون، يعني هذا ثاني اكسيد الكربون. زين هذا الغرقان شلون راح اذب بحلقه ثاني اكسيد الكربون؟ اذا انا استنشق الاكسجين واطرح ثاني اكسيد الكربون، ثم راح اسحب هواء راح اذب بحلقه ثاني اكسيد الكربون، شلون راح يعيش يا اخي؟ يعني هاي الشغله مدوختني يعني والله. يعني هسه هذا الغرقان انا من راح افعل داخلي اكسجين، النفس اللي راح اطلعه هو ثاني اكسيد الكربون، شلون من راح اذبه بحلقه راح يعيش يقوم نفسه يتنفس؟ يا اخي شغله محيرتني لازم ادرسها. امتى تدري الانسان اذا ظل صافن 15 دقيقه راح ينام؟ هواي افكر بهاني ولقيت له حل وعندي الدليل. المدرس الصبح من يقول ولا حركه ولا حس ولا نفس راح يخلي الطلاب راكدين، انت تلقائيا راح تقوم تتثاوب. هاي انا ملاحظه بالمدرسه، يعني انا ملاحظها بنفسي. يعني كان فهاي الطريقه غلط، مال المدرس يخلي الطلاب يسكتون وما يحجون، لا خلي شويه مناقشات بسيطه، خلي حركه بالصف على مود الطالب ما ينعس.
لأن الإنسان إذا ظل صافن أكثر من 15 دقيقة، يعني بس يشتي أنا إنسان صافن أو مغمض، راح أظل مغمض هيك شيء لمدة 15 دقيقة، راح أنام تلقائيا، أنام حتى لو منعس أنام. فهاي الطريقة غلط يا مدرسينا الأعزاء، لا تخلوني أسوي لكم حلقة ثانية على المدارس، خلوني محترمكم. هاي شنو هاي موزة. طبعا أكثر الناس، كل الناس ما أقول لك أكثرهم، يفتحون الموزة من هنا، لما يفتحون الموزة حبيبي هاي الله مخليك اياها يده، الله خالق لك يده بالموزة على مود تلزمها من هنا وتفتحها من هنا وتاكلها، مو تفتحها من هنا. هسه انا اريد اكل الموزة فراح افتحها من هنا، الان متناقض. ولا احقه برأيكم ايش كم واحد دا ياكل ويايا موز بهاللحظة؟ الله 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 رنن. لو مثلا ايش كم واحد قال نعم بهاللحظة؟ يمكن بالملايين ما تقدر تحسبهم. يعني افكاري غريبة تجينا، افكار ما ادري منين، يعني صبع منا ومنا. يعني لو مثلا ايش كم واحد انضرب طلقة بهاللحظة؟ كوما. لو مثلا ايش كم واحد طق صبعه بهاللحظة؟ مرجوحة مكاني المفضل وهي مرجوحة نيمو. هاي طبعا انا هسه فاتح فيسبوك، يعني راح اتعجب والله من تنشر لك فد شيء مو زين او فد شيء غلط، كلها تعلق لك وتكتب لك اي والله صح لسانك، اي والله صحيح. يعني تحس الناس كلها زينه، يعني تلاقي مو زينين وينهم. طبعا انا افكر هواي، افكر باشياء يعني الناس شايله هم لها. المكان اللي ما تحبه بدله، اذا ادوك اشخاص عوفهم، اذا تميل طلع فكره جديده. المهم لا تظل صافي، وانتهت السالفه وما راح تصير ضايج وحزين ومقهور وتسوي لنا اشعار حزينه وتخبصنا على الفيسبوك. بدايه الحلقه اذا عجبتكم سووا لها لايك، واذا ما عجبتكم سووا لها ديسلايك، مجرد افكار حبيت اشارككم بيها شويه اونسكم. لا تنسون تسوون اشتراك للقناه، لا تنسون تسوون اشتراك للقناه، ولا تنسون تسوون لايك على صفحتي على الفيسبوك اسمها يوميات واحد علاقه، تلقون الرابط مالتها لي جوا، وهذا الرابط ظاهر يمكم على الشاشه. واهم شيء سووا لي متابعه او فولو على الانستغرام على هذا الحساب طالع يمكم لي جوا فاست وور فهد. اوكي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.